نحر ضمك يا أخي. ها دي ضربة جزاء بالضاد ولا مو ضربة جزاء؟ يا بتوع المدارس جاوبني بكل صراحة وشفافية. حتى المحللين تعالوا نشوف ايش قالوا. سمير عثمان والفودة حبيبهم قالوا انها ضربة جزاء مستحقة لضمك، وحتى القحطاني قال ضربة جزاء، ومحمد كمال ريشة برضو قال انها ضربة جزاء لم تحتسب لضمك. يعني الأكثر والأغلبية قالوا إنها ضربة جزاء. المشكلة فيها تلامس من القدم، تبغاها من القدم أو تبغاها من الأوضح في اليد يا أخي. اعترضوا يا أخي، بلنتي واضح لضمك. ولكن السؤال، تعرفون إنسان دقيق في التفاصيل، أو بمعنى أصح دقدوقي أشد في الدقة، هل اليد كانت شفافة؟ رجل الفار ما انتبه لها؟ أو أن الكاميرا كانت مغبرة بها بعض التراب ولم ينتبه لها؟ وعلى قول الشاعر كأبيات عدنان جسينية، نحروه ولا ما نحروه، وظلم عيني عينك ظلموه، معقول ده البلنتي ما حسبوه؟ يوه 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 يعني مقهور. انت ايش رايك؟ انا المسألة انا ويك انني فوق الثلاجة اترقى، بديني رايك وقلناها ونعيد الوضع يا حلولي.